للأسف فوز المنتخب المغربي أمام اسكتلندا بعدما كنا نتمنى خسارته بنتيجة كبيرة بكل صراحة. في الايام الاخيره بعض الاصوات في الاعلام الجزائري بدات كتشكك في القوه الحقيقيه ديال المنتخب المغربي وكتقول باللي النتائج الكبيره اللي حققها المغرب فيها نسبه ديال الحظ اكثر من الجوده، ولكن الواقع كيقول حاجه اخرى. يأتي هدف المباراة الأول عن طريق إسماعيل الذي يسجل واحد من أسرع أهداف كأس العالم. المغرب ما وصلش لنصف نهائي كأس العالم بالحظ، وما فرضش التعادل على البرازيل بالحظ، وما يبقوش كبار المنتخبات كيحسبوا له 1000 حساب. هادشي جا من سنوات ديال العمل، من أكاديمية محمد السادس، من البنية التحتية، ومن الاستقرار التقني اللي خلى المنتخب المغربي يطور المستوى ديالو عام بعد عام. واليوم مع اقتراب مباراة الجزائر والأردن بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي، كاين اللي كيهضر بثقة كبيرة على فوز سهل للجزائر. أنا نعرف المنتخب بس ما يوصل لمستوى الجزائر، ما تقدرش توصل الأردن لمستوى الجزائر. الجزائر فيها الأردن حبسوا البالون. نحبسوه خلاص، ما نزلوش نلعبوا البالون. ولكن كرة القدم علمتنا أن المباريات ما كتربحش بالكلام ولا بالعناوين، كتربح فوق أرضية الميدان. المغاربة ما محتاجينش يجاوبوا على انتقادات بالكلام، الجواب الحقيقي كيعطيوه اللاعبون في التيران، والنتائج هي اللي كتكلم. والسنوات الأخيرة بينت للجميع أن المنتخب المغربي ولا رقم صعب على مستوى الإفريقي والعالمي.